السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات احنا شرحنا يعني ايه متغيرات، وتعالوا ناخد مراجعة سريعة كده عليها. وهنقول له المتغير اللي هو اسمه اكس هنحط فيه قيمة بتساوي 10. تمام. وهقول له برنت، لازم نحط المتغير اللي هو اكس ده. تمام. وهناخد ده كده كوبي مرة تانية، ولكن نحط هنا الدبل كوتيشن. طيب خلينا نفهم بقى كده احنا ربطنا القيمة بالمتغير ازاي. القيمة ربطناها بالمتغير بعلامة اليساوي أو اللي هي الإيكوال واحدة بس، وهنا عندنا علامة اليساوي مش زي اليساوي اللي عندنا في الحساب. طيب إيه الفرق؟ دلوقتي عندنا علامة اللي هي اليساوي الواحدة في البرمجة، معناه إن أنت بتحط الطرف اليمين في الطرف الشمال. تمام؟ طيب اللي هي اليساوي بقى اللي عندنا في الحساب بنحطها دبل إيكوال. تمام؟ طيب وشرحنا كمان اللي هي علامة التنصيص ديت لما نحطها على المتغير أو ما نحطهاش على المتغير. قلنا لما نحطها على المتغير يعني معناه إن احنا بنطبع اسم المتغير نفسه. طيب معناها ايه بقى؟ معناها ان انا بقول للكمبيوتر ان الكلام ده كلام بني ادمين، مالكش دعوه، ما تترجمهوش، اطبعه زي ما هو. طيب تعالوا ندوس رن كده ونشوف. زي ما انت شايف كده طبع لي هنا القيمه اللي جوه اكس. تمام. والتانية طبع لي اسم المتغير. طيب عندنا 5 انواع من المتغيرات، تعالوا نعرفهم كده على السريع. طيب اول حاجه هنقول مثلا متغير اسمه ايه، وهنحط فيه 5 مثلا أو 4. تمام. وهنضيف كومنت وهنقول له نوع انتجر. تمام. طيب الكومنت ده بقى معناه ايه؟ معناه ان انت بتشرح البرنامج او بتشرح الكود ده بيعمل ايه. طيب هل هو بيتنفذ؟ هل البرنامج بينفذه؟ لا، البرنامج اكنه مش شايفه خالص. طيب انا بستفيد منه بايه او بعمل بيه ايه؟ ده مثلا لما تبقى كتبت كود وقاعد اسبوع كامل سايب البرنامج مثلا، عشان ترجع، عشان تيجي تفتكر تاني لازم تكتب ملاحظاتك، فهي دي يعتبر الملاحظات بتاعتك. تمام. وهنضيف المتغير اسمه بي، وهنحط فيه وليكن. تمام. وده فلوت. وهنضيف متغير اسمه سي، وهنحط فيه string. وهنضيف متغير تاني آخر متغير اللي هو دي، وهنحط فيه true، وده معناه بوليان. طيب تعالوا نفهم بقى ايه الحاجات دي. طيب قلنا المتغير اللي هو نوع int ده انتجر وده رقم صحيح، ما ينفعش يبقى فيه كسر. والفلوت ده الرقم اللي هو بيبقى فيه كسر او رقم 10 زي ما السترنج ده النص. طب البوليان ترو او الفولس اللي هي الحاجة المنطقية اللي هي تحتمل ان تكون ترو او تحتمل ان تكون فولس، ولازم تكون ليها اجابة واحدة بس، لا ترو لا فولس. طيب انا دلوقتي لو عايز اعرف النوع المتغير هعرفه ازاي؟ هنكتب مثلا برنت اللي هو امر الطباعة، بعد كده هنقول نوع المتغير عايزين نعرفه، والنوع اللي هو تايب، وهنفتح اكواز تاني ونحط اسم المتغير وليكن ايه. تمام. تعالوا نعرفهم كلهم. بي سي دي. طيب تعالوا ندوس رن كده. زي ما انت شايف كده جاب لي انواعهم اهو. قال لي اول واحد انتجر، تاني واحد فلوت، تالت واحد سترينج، وبوليان. طيب انا هنا ما عرفتش المتغير ليه؟ لان بايثون ذكيه بذات نفسها، بتفهم نوع المتغير من غير انت ما تقول لها ان نوع المتغير ده نوعه ايه. خلينا بقى ندخل
ونقول متغير مثلا اسمه name equal. طيب دلوقتي انا مش عايز انا اللي ادخل قيم ثابته، انا لحد دلوقتي انا بدخل قيم ثابته. قلت له المتغير ايه ب4، انا اللي مديله القيم. المفروض المتغير معناه اللي هو بيتغير، يعني ممكن اي قيمه تتحط جواه، اي شخص يعرف يستفيد منه. دلوقتي انا لو في شخص مستخدم برنامج اسمه محمد علي وشخص تاني اسمه محمود، طيب ما ينفعش اخلي الاسم ثابت، عايز هو الشخص هو اللي يدخل الاسم. طيب هنعملها ازاي؟ هنقول له input وهنفتح كويس ونقول له ادخل اسم. تمام، وهنطبع المتغير print name. طيب تعالوا ندوس رن كده ونشوف اللي هيحصل. زي ما انت شايف كده بيعد تحت. طب هو بيعد ايه؟ مستنيك تدخل الاسم، او ظهر لك صندوق فوق هنا كده ويقول لك ادخل الاسم او ادخل اسمك اللي انت كتبتها هنا دي. تمام. طيب هيفضل يعد هنا لحد امتى؟ هل هيقف؟ لا مش هيقف، هيقف في حالة واحدة بس، ان انت تكتب اسمك هنا او تدخل القيمة اللي هو مطلوبة منك. وليكن مثلا خلينا نكتب عبده. تمام، زي ما انت شايف كده طبعها لي على طول. طيب بس في مشكلة بقى هنا، ان القيمة اللي انت بتدخلها ديت string حتى لو دخلتها رقم. طيب تعالوا نشوف كده، نكتب اقول له age equal input، عايزك تدخل ادخل سن. تمام، ونقول له print المتغير اللي اسمه age. طيب وعايزين نعرف نوع print، وعرفنا عشان نعرف النوع نعمل ايه، نكتب type ونحط الاسم متغير. طيب وعايزين نجمع print ونقول له مثلا سنك بعد 10 سنين بيساوي كذا. طيب تمام، وهنفصل ما بينهم كده ونقول له الage بلس stem. تمام. طيب تعالوا نشغل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هنا بيقولك ادخل سنك عشان عملنا input. تمام، ونحط هنا مثلا 20. زي ما انت شايف كده طبع لي 20 اللي هي اول واحدة print age، وطبع لي print type واللي هي نوعها string. طيب جه على print اللي هي بقول له عايزك تجمعها على 10، مرضاش ليه؟ قالك ما اقدرش لان ده نص، اللي انت مديهولي ده نص، ومفروض انا مش هعرف اجمع النص على الرقم. هينفع مثلا اقولك محمد اجمعهولي على 10؟ مينفعش. تمام، فبيقولك اهو، بيقولك ده نص مفروض تخليه انتجر، هو مش انتجر. طيب عشان نحل المشكلة ديت نعمل ايه؟ هتحط بس هنا int اللي هي اختصار انتجر ما بين input والحاجات دي ما بين الاقواس بتاعتها. تمام، دي معناها ايه؟ ان انت حولت القيمة ديت لانتجر او النص ده لانتجر. طب خليك مركز بقى هنا على السترينج. تمام، والايرور ده هيتشال دلوقتي. خلينا نحط، احنا كنا ضايفين 20، خلينا نضيف نفس الرقم 20 برضو. تمام، زي ما انت شايف كده حولها لي انتجر وجمعها لي على طول. طيب خلينا ندخل بقى على ادوات الشرط اللي هي if و else. طيب if و else ديت فيها فكرة لذيذة أوي وبتستخدم كتير. طيب خلينا نقول مثلا نديك متغير، او خلينا على المتغير اللي هو الايدج ده، نقول له if age اكبر من او بتساوي 18. طيب هل لو الايدج اكبر من او بيساوي 18، لو اي عايزك تنفذ لي الامر print، تقول له مثلا انت فوق
السن القانون. طيب غير كده لو لأ تعمل لي ايه؟ else معناها لو الشرط اللي فوق متنفذش. else عايزك تطبع لي print انت لسه صغير مثلا. طيب خلينا ندوس رن كده. خلي بالك المتغير age دلوقتي هو شايل القيمة اللي هي رقم 20 اللي احنا لسه مدخلينها. طيب اهو زي ما انت شايف كده طبع لي انت فوق السن القانوني. طيب تعالوا نغير كده القيمة دي ونحط مثلا 10 مثلا. تمام وندوس هنا رن. قالك انت لسه صغير. طيب دلوقتي ديت اف معناها او هي السؤال. انا بسألك دلوقتي هل لو العمر اللي انت لسه مدخلهولي ده اكبر من 18؟ لو هتطبع لي الشرط او تطبع لي الجملة دي. لو لأ يبقى سيبك من الشرط الاولاني وادخل على الشرط التاني اطبع لي اللي انت لسه صغير. تمام. طيب دلوقتي بقى خليك معايا وجرب تحل قبل ما تكمل. التحدي الأول عايزك تطلب من المستخدم رقم لو الرقم ده أكبر من 10 يطبع إن الرقم كبير، غير كده يطبع إن الرقم صغير. تمام. طيب التحدي التاني وهو التحدي من فئة المتوسط. عايزك تطلب من المستخدم درجة لو أكبر عايزك تطلب من المستخدم درجته لو أكبر من أو بيساوي 50 يبقى ناجح، غير كده يبقى راسب. التحدي الأخير عايزك تطلب من المستخدم رقم لو الرقم ده زوجي يطبع إن هو زوجي، لو رقم فردي يطبع إن هو فردي. والتحدي التالت ده هو فيه فكرة شوية في الرياضة. تمام. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت كده فهمت معايا يعني إيه متغيرات، يعني إيه أنواع المتغيرات والإنبوت والإف والإلس. وفي الفيديو الجاي هنخلي الكود يفكر أكتر من كده شوية. جرب التحديات وشوف نفسك وصلت لفين، والتحدي اللي يقف معاك اكتبه في التعليقات تحت وأنا هرد عليك بإذن الله.